قول لي كده، في مره وانت معزوم في مكان رايق، حد كده نزيه كده عازمك، ماسكين المنيو وعاملين بتبصوا، لقيت الشخص الرايق اللي عازمك ده بيقول ايه الكلام المكتوب بالانجليزي ده؟ هي فين مسقعه؟ انت جواك بتحس الله، الراجل ده متواضع وانا حاسس ان هو زينا كده. مساء او صباح الورد عليكم حسب التوقيت المحلي وانتم بتشوفوا الحلقه دي. انا ايمن انور وانتم دلوقتي مع صوت البراند. الحلقه دي انا كنت مستنيها بفارغ الصبر لاني بتكلم عن اللي مني، بتكلم عن واحد من الناس زي كل الناس بكل حماس، بتكلم عن شخصيه افري مان، الشخص اللي بتقول عليه ده شبهنا، وده سر جاذبيته. كارل يونغ والماركتيرز قالوا عنه انه دايما بيحب يتواصل مع الناس، زيه زي اللافر والجستر، ودول معانا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. دوافع الافري مان، او ممكن نقول لو هنجيب المؤنث بتاعه ذا جيرل نيكست دور، هو البساطه في كل حاجه. هو تمام يسكن في دار مصر، نيسان صاني نعمه وفضل، واي فرع من فروع الشبراوي اللي بيقولوا عليه ليس لدينا فروعا اخرى هو مش هيقول لا. ولما تتقابلوا في الساحل ويقول لك ان هو مأجر في الزمرده، هتحس كده من اصالته وتحس ان هو ايه، افري مان شبهك. في براندز كتيره قوي في مصر ممكن نقول عليهم افري مان، زي حجوجه بكل دسامه نقدر نقول عليها ذا جيرل نيكست دور، وده المؤنث منه، مطعم بيقدم اكل مصري بنحبه كلنا في جو بسيط، بيقدم ثقافه البلد في طواجن. وعشان نشوف مثال لذيذ كمان، لما اقول لك اول مره تدخل بيت حد من صحابك او عيلتك وتلاقي عنده كرسي او فازه او كوبايه هي اللي موجوده عندك في البيت، على طول بتقول ايه ده، انا كمان عندي زيها. وايكيا نجح جدا ان يكون الشخص ده افري مان بجداره، والشخصيه دي بتعكس كرهها للاستعراض والفشخره الكذابه. الشخصيه دي حقيقيه قوي، بس اكتر حاجه تكسر الشخصيه دي انها او انه ما يكونش جزء من المجموعه او يحس بالرفض. وانا قاعد عمال افكر مين من الناس اللي نعرفهم ممكن يمثل الشخصيه دي. بصراحه اكتر حد نور في دماغي هو اشرف عبد الباقي، ادواره وكلامه في اللقاءات انسان جميل، تحس انه فعلا قريبك. انا شخصيا بحبه. وطبعا مش هنسى انتصار، فنانه تحس انها واحده من عيلتك من كتر الادوار اللي عملتها في تاريخها الفني. ومسلسل سبع جار تجسيد حي لفكره ذا افري مان، انا مصدق كل كاركتر موجود في المسلسل. يا جماعه الافري مان مش عاوز يغير العالم، هو عاوز يعيش وسط الناس، لانه شايف ان الجنه من غير ناس ما تداس، وده اجمل ما فيه لانه مش بيحسسك انك لوحدك. قولوا لي كمان مين من البراندز او الشخصيات ينفع نقول عليها افري مان او ذا جيرل نيكست دور. وعشان نلم الشخصيه دي في نقط، خد بالك ان الافري مان بيحب الانتماء والبساطه ويحس انه مقبول اجتماعيا، عشان كده صفاته الود والصدق، وتلقائي وما يحبش الفشخره. وقبل ما اقفل الحلقه دي عايز افكركم ان انا منكم واليكم، فسبسكرايب ولايك وكومنت وشير، الله يبارك لكم، ودوسوا على الجرس. انا ايمن انور وانتم كنتم مع صوت البراند.